لو اتحايلت عليه يطلع يسلم على عمه او عمته يبقى بجد عمل مجهود جبار. بالنسبة بقى لمشكلة بتقابلنا كلنا، ان احنا اوقات غلطنا، يعني اوقات علمنا ولادنا ان هم يعيشوا لوحدهم. بمعنى ايه؟ هم صغيرين احنا متعودين لما يجيلنا حد كبير، خشي يا حبيبي اوضتك، خشي اوضتك، ما ينفعش نقعد مع حد كبير. دي حاجه كويسه جدا واحنا اتربينا على كده. لما كبرنا شويه وبقينا امهات وابهات، اول ما حد يجيلنا البيت بنبقى فرحانين وقاعدين، الله احنا جالنا ضيف. دلوقتي ممكن ابقى قاعده في بيتي جايلي ضيوف، جم ومشوا وابني قاعد في اوضته ما يعرفش حاجه، حصل كوارث في البيت وابني قاعد في اوضته او بنتي يعني مش عارف اي حاجه، لان هو خلاص خد ان هو ماسك موبايله، ماما انا عايز اكلي جوه في اوضتي، فياكل لوحده، يخلص اكله فقاعد بيلعب لوحده. لو اتحايلت عليه يطلع يسلم على عمه او عمته يبقى بجد عمل مجهود جبار. هل ده صح؟ يعني هل الجيل اللي بيطالبنا ان احنا نقعد نتناقش معاه ونفهمه وجهة نظرنا ونقنعه ويقنعنا، هل عنده مقدار او سعة في ان هو يقعد يسمع اصلا، ولا يسلم على حد، ولا يسمع موضوعات، ولا حد يناقشه؟